اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها في اخبار النهارده. الزمالك النهارده كان بيلاعب نادي السيراميكا كليوباترا، وقبل ما اخش لك في اي اخبار او في صفقات ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومش هقولها لك كل فيديو، اللايك بيفرق معايا وبيساعدني نكمل لقدام. بص يا سيدي، الزمالك النهارده عنده ماتش مهم على سيراميكا، انتهى بفوز نادي الزمالك 4-2. قبل ما ادخل في الماتش او في اللقاء او في التفاصيل، جاي اقول لك بعض الاخبار اللي تهمك انك تعرفها عن نادي الزمالك. اول خبر معايا ان رسميا نادي الزمالك بيعلن رسميا رحيل مدافعه الفلسطيني ياسر حمد. ياسر حمد منضم لنادي الزمالك حديثا. النهارده نادي الزمالك قعد مع ياسر حمد وخلص معاه كل الاتفاقات عشان يرحل رسميا ياسر حمد عن صفوف نادي الزمالك. بص يا سيدي، انا قلت لك من فتره وعرفتك ان نادي الزمالك هيمشي لعيبه كتير، وفي لعيبه هتيجي كتير نادي الزمالك، لكن قلت لك على اللعيبه اللي جايه نادي الزمالك احنا في نص الموسم ولسه الزمالك ما حطش ايده على وقف القيد بنسبه مليون في الميه. الزمالك خلاص معاه كل فلوس، لكن كل شويه يطلع لك مشكله، ده ليه مين ليه فلوس ليه ملوش فلوس. فالزمالك بالنسبه للصفقات اللي هيجيبها لسه قدامك شويه، لكن كل فتره هقول لك ان الزمالك قرب من اللاعب ده او ده خلاص هتلاقيني بقول لك هنا في القناه. اللاعب النهارده اللي معانا اول راحلين على الزمالك هو ياسر حمد المدافع الفلسطيني. ياسر حمد انضم لنادي الزمالك، ما سابش بصمه واضحه مع نادي الزمالك، فانا بالنسبه لي ان ياسر حمد من الراحلين على الزمالك صفقه ما كانش عليها العين، صفقه ما ادتش بنسبه مليون في الميه للزمالك، صفقه من الاخر ما ضافتش نادي الزمالك. رحيله من عدمه مش هيفرق كتير مع نادي الزمالك، لكن انا اتمنى الاستمرار، نتمنى التوفيق لياسر حمد في وجهته المقبله. تاني خبر معايا بالنسبه للصفقات اللي مكمله مع نادي الزمالك ان رسميا اللواء احمد سليمان اعلن ان نادي الزمالك وصل لتجديد رسميا لتمديد عقد حارسه محمد صبحي مع نادي الزمالك. بص يا سيدي، صفقه محمد صبحي بالنسبه لي هقول لك رايي فيه. محمد صبحي مش احسن الحراس الموجودين حاليا في نادي الزمالك، مستوى محمد صبحي لا يؤهله للاستمرار مع الزمالك عشان اكون صريح معاك، لكن هقول لك حاجه كويسه. لو جيت تبص النهارده على اللعيبه او الحراس اللي موجودين في انديه الدوري المصري مش هتلاقي حراس مستواهم احسن من محمد صبحي. كل الحراس اللي حتى بتقدم مستويات كويسه مع فرقه ما تقدرش تحكم عليها هل دي كويسه ولا لا، لان هي ما لعبتش تحت ماتشات صعبه مع الزمالك او مع فرقه، ما لعبتش تحت ضغط، ما لعبتش مع الجمهور. فانا بقول لك ان استمرار محمد صبحي قرار كويس لمجلس الاداره لحين توفير بديل قوي، لان انا قلت لك لو بتسالني على رايي انا اقول لك ان محمد صبحي وعواد يمشوا بهذا، لكن هتقدر تجيب بديل يكون بديل قوي للحارسين دول؟ الصراحه في الدوري المصري مش هتلاقي نفس الحراس اللي تقدم لك مستويات قويه تقول انا جبت حارس كبير عملاق في بمعنى اصح. لكن انا بقول لك ان تجديده مش هيفرق مع ذلك غير ان محمد صبحي من نفسه ياخد قرار ويرجع لنفس المستوى اللي كان موجود فيه مع نادي فاركو قبل رجوع نادي الزمالك مره ثانيه. وتعالى بقى نتكلم في ماتشات النهارده نادي الزمالك قدام نادي سيراميكا. بص يا سيدي، اول حاجه عايز اتكلم فيها هي الجمهور اللي راح. انا ما اقدرش احجر عليه واقول له انت ما رحتش ليه، كل واحد حر انه يروح او ما يروحش، لكن انت تسالني عن رايي، انا قلت لك الاداره اخطات، انا معاك انها اخطات تمام، لكن ده مش دافع ان جمهور نادي الزمالك يسيب نادي الزمالك يلعب. انت بتعاقب مين؟ بتعاقب الاداره ما خدتش الكلام ده وقعدنا دعمناه وما حصلش حاجه. لكن المفروض لو تسالني عن رايي انا ومش مسؤول على حد، انا كان المفروض جمهور نادي الزمالك يحضر اللقاء عادي خالص، لان انت لو احنا بنشجع الزمالك وقلتها لك انا ماليش دعوه بالاداره، انا اطلع اقول انتقد الاداره واقول لك عايزين صفقات مش عارف ايه، لكن ماليش دعوه بالاداره، افصل الاداره عن نادي الزمالك. النهارده نادي الزمالك في ماتش سيراميكا تحس انه كان فريق مقطوع من شجر عشان نتكلم بمجد الله، ما كان الخمسه سته كانوا موجودين ما كانوش داعمين نادي الزمالك، والمفروض جمهور نادي الزمالك اللي كان بيقف مع نادي الزمالك في الازمات وشده الازمات ايام مرتضى منصور، النهارده الزمالك محتاج جمهور نادي الزمالك اكتر من اي وقت فات، فالمفروض كل واحد فينا يكون موجود في الاستاد داعم نادي الزمالك. الجمهور ليه حق يزعل طبعا، الجمهور ليه حق ما يروحش طبعا، لكن ده زي ما قلت لك احنا بنشجع الزمالك ما بنشجعش اي فريق تاني. النهارده نادي الزمالك قدر ينتصر على نادي السيراميكا كليوباترا بنتيجه 4-2. ماتش كان كويس لنادي الزمالك، لكن ما كانش كويس بالنسبه لي لان كانت في لعيبه كتيره موجوده في نادي الزمالك بتلعب باستهتار. النهارده اتقدمت مره يرجعوا يتعادلوا تاني، اتقدمت تاني تعادلوا تاني. مش هقول لك ان سيراميكا عمل ماتش جامد على الزمالك، لكن سيراميكا في وقت يركز فيه قدر يحط جولين على نادي الزمالك. الزمالك عنده هفوات كتيره بتخليك تلبس اجوان على الفاضي. من الاخر انت عندك بعض اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك بتلعب تعالي شويه على الكوره عشان نتكلم بمجد الله. النهارده صعب نجيب بطء شديد مش عارف ليه. دونجا النهارده في الهدف الاول بيعمل تشميسه في نص الملعب، ليه؟ انقطع صديق جوله، يلا حط جون بكره جول. انت في 3 دقايق انت النهارده بتتعالى على الكوره ليه؟ ما اعرفش. هل انت ضامن كل البطولات؟ هل الفوز بالكونفدراليه ناس لعيبه نادي الزمالك اللي احنا قدامنا سوبر افريقيا قدام فريق الاهلي؟ انا مش عارف. الزمالك النهارده لولا المكسب غطى على حاجات كتير قوي 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 كانت ممكن تودي نادي الزمالك في 60 دقيقه. هقول لك حاجه مهمه، مثلا النهارده بعد ما الزمالك عادي 2-2 من غلطه في حتى في الهدف الثاني اللي دفع نادي الزمالك، وهي منضي لما نزل جاب الجول، فيطلع واحد من جمهور الزمالك او بعض الناس
ابراهيم رمضان يكمل يا عم، سيبك من الكلام ده بقى. عايزين نلغي الحساسيه اللي عندنا، المشاعر الفياضه ديت الغيها خلاص. احنا عايزين اللاعب اللي ياثر مع النادي الزمالك، اللاعب اللي على طول ينزل يجيب جوان، يعمل اسيستات. ابراهيم رمضان ينزل كل 5 ماتشات يجيب له جوان، نخليه يكمل صح؟ كمل يا ابراهيم رمضان يا حبيبي عشان الجمهور يستاهل. والله العظيم العاطفه دي لو انشالت من جمهور نادي الزمالك لنبقى في حته ثانيه. بص يا سيدي، انا حتى بعد الماتش لقيت انتقاد كبير جدا لمصطفى شلبي. انا قلت لك وانا من ضمن الناس اللي مش مقتنع اصلا بمصطفى شلبي، لكن اللاعب طول ما بيجيب اهداف وبيصنع اهداف يحق لنا الدعم ليه، حتى لو انت مش معترف بيه ادعمه يمكن مستواه يتحسن. لكن انا لو لساني رايي انا ما اخليش مصطفى شلبي يتكلم في الزمالك، ده رايي وحد يطلع يناقشني فيه. واقولها لك برضه في بالنسبه لصفقه ياسر محمد، اللاعب برضه انا قلت لك ما ضافش كتير للنزك، لكن اللاعب ما خدش ماتشات كفايه تاهله ان يشوف مستواه على الطبيعه مع الزمالك، لان الراجل برضه انا بقولها لك على صراحه ما كانش لعيب السوبر اللي ينفع الناس يتعاقد معاه. لكن هل هو الزمالك اعتمد عليه في ماتش واثنين وثلاثه؟ لا ما حصلش. النهارده في عندك اكتر من لعيب في ناس الزمالك منهم محمد عاطف مثلا، لعيب كل ما بينزل بيأدي اداء ولمسه جماليه مع الزمالك. ليه يا جوميز ما تخلوش هتلعب 10 دقايق كل ماتش نعرف الراجل ده بيلعب كويس ولا اي كلام؟ لكن الراجل من لمسته بيبين لك اللعيب كويس خالص، خامه مبشره. لو كده انت ليه تعاقدت مع من الدرجه الثانيه؟ يعني انت فاهم، لعيب درجه ثانيه لو لعيب مش مبشر وبيقدم اداء مش كويس في الدرجه الثانيه عموما فريق يعني اسف عبيط يقول يتعاقد معاه. لكن لاعب متالق في الدرجه الثانيه وانت تعاقدت معاه والناس افادت بصفقه محمد عاطف، المفروض ياخد فترات الفتره الجايه يا كابتن جوميز. اخر حاجه عايز اتكلم فيها برضو ان انا عندي مشكله كبيره قوي، ان انا ساعات انا قاعد كده بفكر طب ليه ما نبيعش زيزو ونجيب مثلا 3 4 لعيبه سوبر يشيلوا ازاي؟ افضل اقول انا غلطان. زيزو ثم زيزو ثم زيزو هو جوهره نادي الزمالك. زيزو اللي بيقدم مستوى كل ماتش يخليني اقول انا غلطان ان انا فكرت اصلا في واحد زيزو. زيزو اللي نادي الزمالك بيعتمد عليه بيلاقيه. سيبك والله ان شويه الجمهور اللي عايز ينزل زيزو الارض، زيزو هيظل اسطوره قويه داخل نادي الزمالك، لان زيزو بيقدر يشيل نادي الزمالك من يعني هو حبل النجاه ايام شيكابالا 2011 كده. احنا بنحب شيكابالا لانه شال نادي الزمالك في ظروف صعبه. زيزو بقى الجوهره اللي بتشيل نادي الزمالك، اللاعب اللي انت لو شلته من تشكيله نادي الزمالك والله العظيم نادي الزمالك هيقع. في النهايه كانت مباراه وانتصر نادي الزمالك 4-2، مباراه كويسه، لكن نتمنى التركيز في الفتره الجايه. المباراه القادمه لنادي الزمالك هتكون يوم الاربعاء القادم قدام نادي فاركو الساعه 7 مساء. وانا هنا وصلت ملخص اخبار حلقتنا. لو اول مره تشوف نهارات الحلقه ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.